الكتاب ديال اليوم هو واحد الكتاب اللي عامر بالمعلومات القيمة اللي فاتني شخصيا في حياتي، وهادشي اللي خلاني نديرو كدليل. الكاتب ديالو هو الإعلامي المشهور جدا السعودي أحمد شقيري، اللي كيتعتبر واحد من الشخصيات البارزة في مجال التوعية والثقافة في الوطن العربي، والمعروف بالجهود ديالو في التشجيع على القراءة والتفكير النقدي والتعلم المستمر. باش يألف هذا الكتاب شقيري غادي يمشي يتخلوه في واحد الجزيرة بعيدة فيها لا تليفون لا انترنت، وكيقول بأن أقل مدة ياخدها الإنسان باش يتخلوه هي 24 ساعة، ولا بغيتي تسرعها خليها 40 يوم. علاش بالضبط 40 يوم؟ بكل بساطة لأنه جات في بزاف ديال المرات في الكتب السماوية، وكانت مرتبطة بتغيير جذري واقع إما على المستوى الفردي أو المجتمعي، أو لا كيشير للاستعداد لحدوث أمر عظيم. كمثال الطوفان في قصة نوح عليه السلام دام 40 يوم لتزكية الكرة الأرضية كلها. وأهداف الخلوة كتكون متنوعة، تقدر تكون باش توصل لحالة السلام الداخلي، مثلا تقيم داكشي اللي وقع لك في الماضي، تخطط للمستقبل، أو لا تقرأ كتوبة، ولا مقدرتيش تيليشارجي فيديوهات ديال القناة وتصنت للمفيد. أول قسم غادي نشرحوه في هذا الفيديو سماه شقيري مع نفسي، اللي قسمو ل40 خاطرة. بداها بالشتات الداخلي اللي كيكون ما بين الروح والجسد. مرة كنرجعو الله وكنشدو الطريق وكنلتزمو بداكشي اللي أمرنا به الله، مرة كنكونو بحال الحيوانات عزكم الله عطينا غير الماكلة والنعاس، وشي مرات بحال شي وحش اللي جا قدامنا كنعفطو عليه. أحمد شقيري غيعطينا من بعد خلاصة الآراء اللي كيعرفو الحياة السعيدة. الرأي الأول كيعرف على أن حياة كتكون فيها أوقات المتعة أكبر من أوقات الألم، أما الثاني فكيقول على أنها حياة أساسها المبادئ والأخلاق، أما الثالث فكيعرفها على أنها حياة خالية من المعاناة. كاين تعريف رابع ولكن ما عندوش علاقة بالعقيدة ديالنا، ما كاينلاش نذكروه. اللي كيحفزنا على القيام بأي عمل هو رغبتنا في الحصول على اللذة والهرب من الألم. تحليلا لهذه الفكرة أفلاطون غادي يطرح سؤال مهم: بما أن الألم والمتعة هو المحرك ديالنا في الحياة، واش ممكن نفضلو نكونو حشرات؟ نعتقد أن الجميع غادي يكون الجواب ديالو هو الرفض. وهادشي علاش أفلاطون كيرجح فكرة أن الحياة السعيدة هي حياة الفضيلة والأخلاق والمبادئ. ولكن واش هادشي صحيح؟ واش الأخلاق هي الهدف النهائي ديالنا؟ منظومة القرآن كتأيد تعامل الناس بنظرية الألم واللذة، الحصول على الجنة والبعد عن النار. ولكن علاش الناس كتشفر واخا راه حرام؟ لأنه كاينة إمكانية التوبة، كنطمعوا في الحصول على أكبر قدر من اللذة. ولكن واش الهدف الرئيسي اللي خص يكون عندنا هو متعة الجنة أو لا طاعة الله؟ أحمد شقيري غادي يعطينا خلاصة المسألة، واللي كتجلى في أن غاية الله من خلق الإنسان هي العبادة، أما الإنسان فالغاية ديالو هي الحصول على أكبر لذة أبدية ممكنة. وهادشي علاش ربي قرن لذة الإنسان الأبدية بتحقيق مراد الله من خلق الإنسان، واللي هو العبادة. الأخلاق واللذة أمران لا ينفصلان، ولكن كيفاش نوفقوا بيناتهم؟ أولا كيكون الاختيار ديالنا بناء على ما فرض الله ونهى عليه، وثانيا بناء على اللذة، بحال الا كدير الفلتر الاول ديال الحلال والثاني ديال المتعه. مثلا الا بغيتي تستمتع بالاكل غادي تطبق الفلتر الاول اللي غادي يلغي لك كاع الماكله اللي حرام بحال لحم الخنزير، ومن بعد سيدي اختار اللي بغيتي انت حر. ولكن دير في بالك انك ملي تبغي تتبع المبادئ ما غاديش تاخذ المتعه في البلاصه. دابا الا كان شي واحد سقرا واش غيتمتع بالصدقه في البلاصه؟ ما يمكنش. وهنا كيجي الدور ديال التدريب المستمر، كيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وباش تنجح في هذا المبدأ خاصك دائما تتبع هذا البروسيس. أولا تقرر تتبع حياة المبادئ، ثانيا تقبل وتغلب على نفسك والجسد ديالك حيث يدخلوا في صراع مع العقل ديالك، ثالثا الجسد والنفس ديالك غادي يستسلموا للعقل، رابعا غادي تحالف معاه، وهنا غنحصلوا على النفس المطمئنة. وباش تكتمل هذه المعادلة خاص ضروري تحدد الهدف من الحصول على اللذة. مثلا الهدف مخصوش يكون الماكله الزوينه، ولكن الماكله اللي غتحافظ ليا على صحتي، وهكا تكون حياتك كيسيرها العقل وعندها معنى وفي نفس الوقت مرتبطه بالله سبحانه وتعالى. الانسان عاده ما كيعيش واحد الصراع داخلي بين جوج ديال الارادات، وحده باغا تحيد واحد العاده سيئه، وحده باغا تمارسها. وهادشي كيوقع تقريبا لجميع الناس. نقدروا نعتبروها معركه شخصيه كتهمك بوحدك، وعندك خيار واحد من هاد الجوج: اما تستسلم للشهوات والعادات السيئه وتكون من الناس اللي كيتبعوا الهوى ديالهم، او لا تضارب معاها وتغلب عليها. لان السبب الرئيسي في اننا ما كنديروش داكشي اللي خاصو يدار هي العادات السيئه، كيف ما بغات تكون جسديه ولا نفسيه الى اخره. كل واحد فينا عنده عادات سيئه ما كيقدرش يتغلب عليها، واخا يكون انسان ناجح خصو ضروري يقلب عليها، وإلا تخلصنا منها غيزيد نجاحنا وغنقدروا نوصلوا للسلام الداخلي. ودير في بالك أن قرار التخلص من شي عادة سيئة يقدر في أي لحظة يتحول من اختياري إجباري.
دابا عندك اختيار تحيد الكار، ولكن راه تقدر تقاس بصحتك ويولي بزز منك خاصك تحيدو. حاجه اخرى متعلقه بالعادات، هو ان الدائره ديال الادمان عباره على حلقه اللي ما كتساليش، كتبدا باثاره، كتولي رغبه، من بعد فعل، واخيرا ندم. علميا الدماغ ديالنا مقسوم ل3 ديال الاقسام. الاول هو دماغ الزواحف، الهدف ديالو يلبي حاجيات الجسد واللي سماه الكاتب شهوان. الثاني هو دماغ الثدييات، والدور ديالو يوفر حاجيات النفس وسماه عطفان. اما الثالث فهو الدماغ المفكر، والدور ديالو كيتجلى في القدره على معرفه الخطا من الصواب، وهو اللي كيميز الانسان على باقي الكائنات واللي سماه عقلان. واقعيا كتكون صراعات يوميا ما بين هاد 3 ديال الاجزاء، والوقت اللي كيكون فيه انسجام يعني اننا وصلنا لحاله ديال السلام الداخلي، حيث كيكون عقلان هو اللي متحكم في الامور، والاجزاء الاخرى كتقدم السمع والطاعه. وباش توصل لهاد الحاله خصك بزاف ديال التدريب والمجاهده، واللي تقدر تدوم سنين. ولكن بما ان العادات السيئه ديالك غادا بك الهويه، راه ما كيبقى يهمك حتى حاجه، وما كتبقى تخاف من حتى شي حاجه، لانك اصلا غارق، واللي غارق ما كيبقاش يخاف يسردو ليه حوايج. الا كنتي ناوي تنخرط في هاد الديناميه ديال التغيير، اي خصك ضروري تفهم بعد طبيعه الادمغه الثلاث اللي هضرنا عليها قبل. عقلان هو الجزء اللي كيتحكم فيك، هو الجزء الحر والواعي فيك. اما شهوان وعطفان فهما واحد الاجزاء اللي مبرمجه، يعني كتخدم اوتوماتيكيا وبشكل معين. واي سلوك كنديروه راه كيدوز من مرحله الوعي الى مرحله اللاوعي، بحيث انه كيطلب مجهود كبير قبل ما يتانستال، ومن بعد كيولي تلقائي. بحال السوقان مثلا، في الاول كنسوقو بواحد المشقه، خاصك الا بغيتي تبدل لا فيتاس خاصك تشوف لا بواطه فيتاس، كتبغي تفراني كتولي مكسيري. مع كثره الممارسات دزنا لمرحله اللاوعي اللي ولينا اصلا كنسوقو فيها وكندوزو من شي بلايص وحنا غافلين ما كاينينش هنا. رغم ذلك كنقدروا نمارسوا هذا السلوك بشكل لا واعي، وهذه البرمجه كتوفر علينا الطاقه والوقت وكتمنحنا السرعه في الاداء. والاسباب ديال هذه البرمجه كثيره: الوالدين، الدراسه، الاصدقاء، الاعلام، وانت غادي. والتغيير ديالها شي حاجه اللي ما سهلاش. القران الكريم قسم النفس البشريه ل3 ديال الاقسام: نفس اللوامه، وهي واحد النفس اللي كتقلب ما بين شهوان وعطفان، وعقلان كيبقى يلوم فيهم وكيسيطر على الوضع لواحد المده، غير كيضعف كيعاودو ياخد ليه شهوان وعطفان القياده، كتبقى غدا هكا. النفس الاماره بالسوء هي واحد النفس اللي يسيطر فيها شهوان وعطفان وتحالفوا مع عقلان باش يولي هو المحامي ديالهم ويدافع عليهم ويبرر افعالهم السيئه. النفس المطمئنه هي نفس ما فيها الصراع بين الثلاثي، اذا اتفقوا على الخير. اللي خصنا نعرفوا على عطفان هو انه اللي كيحركوا في الاساس هو الاهتمام شنو غيقولوا عليه الناس. من ناحيه اخرى خاصك تكتسب واحد المهاره مهمه باش توصل للسلام الداخلي، اللي هي فن التعامل مع الالم. الالم فيه 2 ديال الانواع: الاول جسدي وكنسميه الوجع، والثاني فكري وكنسميه الصراع. النوع الاول واللي هو الالام الجسديه كينقسم دوره ل2 ديال الانواع: الالم الجسدي الضروري بحال الجوع والعطش، والغير الضروري بحال الاصابات والامراض. نفس الشيء بالنسبه للالم الفكري، فيه 2 ديال الانواع: فيه اللي كيتعلق بالفرد وهي عباره على الام نفسيه خاصه بكل واحد بحال الخوف من الموت والمستقبل، وفيه اللي كيتعلق بالمجتمع وهي الام خاصه بعلاقتك بالناس بحال الالم من انتقاد الناس ليك. كاينه واحد المعادله للالم النفسي واللي كتمثل في الفجوه ما بين الواقع وبين داكشي اللي باغين، وباش تحيد الالم خاصك تسد هاد الفجوه بواحد من هاد 2 ديال الحلول: اما تغير الواقع باش يتطابق مع داكشي اللي باغي، اولا تغير داكشي اللي باغي باش يتطابق مع الواقع ولا على الاقل يتقبله. اي حاجه كتكون باغيها كيكون المصدر ديالها فكره كاينه في راسنا، وغالبا ما كتكون في اللاوعي. مثال: ملي كتبدا كتسب وانت صايب في الوقيته فاش كيغلط شي حد، عمليا ما يمكنش نغيروا الواقع لانه خارج على السيطره ديالنا. كيبقى لينا الخيار الثاني واللي هو نغيروا داكشي اللي باغين. وباش نديروا هادشي خصنا نبدلوا الفكره اللي جا منها هاد السلوك ونبدلوها بافكار صحيحه. وهاد الخدمه كيحتاج فيها عقلان شي اسلحه باش يواجه شهوان وعطفان. اول سلاح هو العلم. امتلاك عقلان معلومات دقيقه بعيده عن العموميات كيخليه اقوى، وهاد المعلومات يقدر ياخذهم من قراءه الكتب، حضور الدورات، اليوتيوب، ولا من خلال التواصل مع خبير. السلاح الثاني هو تاكتيفي الهدنه لمده مؤقته، الشيء اللي غادي يمكنك من انك تقطع الطريق على كاع المؤثرات الخارجيه اللي تخليك ترجع للعاده. بكل بساطه الا كان عزيز عليك الحلوى وانت داير ريجيم، ما تبقاش تمشي واحد المده للبلايص اللي فيهم الحلوى بحال المطاعم والباتيسريات. مده الانقطاع ولا الهدنه كتكون على حسب طبيعه الادمان والارتباط اللي عندك مع ديك الحاجه. عموما المده المتعارف عليها هي 21 يوم، وإلا كانت العاده قويه تقدر تمشي لمده حتى 40 يوم. ثالث حاجه التفاوض. واقعيا في اللاوعي كيكون عندنا شي تشوهات ادراكيه،
واللي كتمثل في تعميم المشكل على حياتنا، في تضخيم المشكل، في شخصنة كل مشكل واعتباره هجوم عليك، في تطويل مدة المشكل، في التعتيم برؤية المشكل بنظرة سوداوية. دور السينتو وجبد المشاكل اللي كتعاني منها وحلل أي نوع من الخلل المنطقي اللي عندك، حاول تعالجه. رابعا، خصك تلقى بدائل للتعامل مع الألم، سواء جا في صورة ملل، وحدة، غضب، قلق ولا تعب. ومن البدائل اللي كيقترح الكاتب ممارسة ديال شي هواية كتبغيها، المشي خارج الدار، تغسل شي معينات ولا صابون. خامسا، الدعاء، واللي كيتعتبر عنصر أساسي كيدعم الخدمة ديال الأسلحة الآخرين وكيقويهم. دائما طلب الله يعاونك، لأنه حتى حاجة ما غتصدق إلا ما بغاش الله سبحانه وتعالى. سادسا، الصوم، المصدر الرئيسي ديال الشهوات كلها هو الماكلة، والصوم سلاح كيضاعف شهوان وعطفان وكيسلم العقل زمام الأمور وكيخليه هو يقرر في حياته، لكن لابد ما تلتزم بفطور صحي وخفيف. من أقدم الأساليب في الحرب خطة تفرق تسد، وفي الحرب ضد العيوب ديالك من الحكمة تقسمها وتركز على البعض منها. ناخذ مثال ديال الإنسان كيتعصب بزاف وبغى يتغلب على هذا العيب. بناء على الخطة ديال فرق تسد غادي يقسم هذا العيب لثلاثة ديال الأجزاء: الضرب، السبان والغواز. أول حاجة تركز عليها هي الضرب، أي أنك واخا توقع في موقف ديال العصبية، الهدف الأول يكون هو ما تضرب حتى شي حد، مع المدة دوز للسب وأخيرا للغواز. الإنسان عموما كيعيش في وحدة من هذه الموجات الأربع من الوعي: موجة الشهوة، كل تفكير الإنسان كيكون في ملذات الجسد، الأكل، الشرب والجنس. موجة الأنا، كل تفكير الإنسان كيكون في ملذات النفس، بحال ثناء الناس عليه واحترامهم. موجة الأفكار، كل تفكير الإنسان كيكون في ملذات العقل من كتب ونظريات. موجة السلام، وهي موجة خاصة كيكون فيها وعي الإنسان دائما في ملكوت الله سبحانه وتعالى، كل شيء كيشوفه بعين الله والنور ديالو. ممكن يكون الإنسان ينتقل ما بين هذه الموجات، ولكن عادة كتكون وحدة اللي طاغية، وهي اللي كتعبر على شخصية الإنسان. الخوف من الموت هو واحد من الأمور اللي كتواجه النفس البشرية. الأسباب ديالو على حساب أحمد الشقيري كتمثل في 5 ديال الأشياء. أولا، الخوف من الفراق ديال الأهل والأصدقاء، والعلاج ديالو أنك تذكر أن هذا الفراق مؤقت واللقاء غادي يتجدد مرة أخرى في الآخرة. ثانيا، الخوف من الألم اللي كتسبب عملية الموت أو ما يصطلح عليه بسكرات الموت، والعلاج ديالو أنك تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة في السقاء فيأخذها. ثالثا، الخوف من الفناء، الإنسان بالفطرة ديالو كيخاف من الفناء، العلاج ديالو استحضار أن الموت عبارة على انتقال من مرحلة إلى أخرى. رابعا، الخوف من المجهول، أي الخوف فاش كتفكر شنو غيوقع بعد الموت، والعلاج ديالو قراءة الآيات المفصلة عن يوم الآخرة. خامسا، الخوف من العذاب بعد الموت، والعلاج ديالو العمل الصالح، البعد على داكشي اللي كيغضب الله سبحانه وتعالى. سباعية القرار، إلا كان عندنا نظام واضح الألم النفسي يقدر يقل بنسبة كبيرة. داكشي علاش الكاتب عطانا 7 ديال الأمور اللي خصنا نلتزموا بها فاش نبغيو ناخدو شي قرار. أول حاجة، نحددو بالضبط التاريخ ديال آخر أجل باش ناخدو القرار. ثاني حاجة، نضعو كاع الخيارات الممكنة قدامنا. ثالث حاجة، نقيمو كل اختيار ونكتبو الإيجابيات والسلبيات ديالو. رابع حاجة، الاستشارة، حاول تعرض نتائج التقييم على شي خبير كتثق فيه. خامس حاجة، الاستخارة، حط المسألة بين يدين الله ودعيه باش يبين لك الطريق من خلال الاستعانة بدعاء الاستخارة. سادس حاجة، اختار واحد من الخيارات المتاحة. سابع حاجة، توكل على الله وفوض أمرك ليه. الغرق في الملذات، كاينين ناس بزاف توفرت لهم كاع ملذات الحياة وما كانش عندهم حتى شي ألام ولا مصاعب، وبقاو غاتسين في هاد متع الحياة سنوات عديدة، ومن بعد طلع لهم الدم منها وملوها وبداو كيفكروا يحصلوا على متع أكبر، أغرب، وفي بعض المرات أحقر باش يسدوا الجوع ديالهم، بحال الإمبراطور كلاوديوس اللي نظم مهرجان يتحاربوا فيه الجنود باش يبقى يتفرج واستمتع بالفيلم. ولكن هذا الفيلم كان حقيقي ماشي غير مونتاج، وماتوا آلاف ديال الجنود. ولكن الأمر اللي غفلوا عليه أمثال هذا الإمبراطور هو أن السعادة ما كتعنيش غير لذة الجسد، وإنما الإنسان كيحتاج معنى للوجود ديالو. تحليل الشخصية، الإنسان عنده تركيبة معقدة وصراعات داخلية متنوعة. من أساليب معالجة هذه الصراعات فهم النفس وطبيعة الشخصية اللي كتكون مختلفة من شخص لآخر، وبالتالي العلاج كيكون حتى هو مختلف. من أفضل الاختيارات لتحليل الشخصية اختبار 16 شخصية، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هو واحد الاختبار اللي كيقيمك بناء على 4 ديال المحاور الأساسية: انعزالي أم اجتماعي، حدسي أم مراقب، فكري أم شعوري، حكم أو منقب. بعد ما دير الاختبار غادي تحصل على نتيجة من 4 ديال الحروف كتمثل إحدى الشخصيات. رد البال، النتائج تقدر تختلف مع مرور السنين. نظامي الغذائي، كاين واحد المعيار أساسي وبسيط باش تقدر تعرف واش الأكل ديالك صحي ولا لا. من بعد الماكلة حاول تلاحظ راسك واش كتحس بالعجز ولا النشاط،
حيت حنا كناكلو باش نحصلو على النشاط والطاقة. الا وقع العكس عرف اوتوماتيكيا انك دخلتي للجسم ديالك شي حاجه اللي كيرفضها وكيقاومها. وباش يكون عندك نظام غذائي صحي خص تجنب هاد الماكله، القليان، اللحم، الدجاج، المشروبات الغازيه وداكشي البيض بحال الخبز والرز، اي حاجه فيها السكر الاصطناعي. الاسره باش تحسن النفس ديالك لابد ما تحسن علاقتك بالاسره ديالك. من اقوى المبادئ في هذا الامر فكره بنك المشاعر، اي تصرف كتقوم به اما يسحب رصيد او غيزيد في الرصيد. ومن الامور اللي كتسحب الرصيد عدم الاحترام، الغوت، الهضره في الناس وهما ما كاينينش، واللي كتشارجيه تقديم شي سيرفيس، قضاء وقت مشترك، الكادوات. اي خصك تحدد رصيدك مع كل شخص وتحاول تزيد فيه. باش تعرف على الكبر خصك تعرف العلامات ديالو، اهمها مقاطعه الهضره ديال الاخرين، الغضب من نقد الناس ليك، كتعامل مع الناس بناء على المكانه الاجتماعيه ديالهم، كتشوف راسك مميز على الاخرين اما بسبب فلوسك ولا المنصب ديالك، كتبقى تقارن راسك بزاف مع الاخرين. طارت معزه نزلت معزه، كلمتك هي اللي خصها تكون الاخرى في اي نقاش. كتحرج ملي كتركب شي سياره على قد الحال. الكبر هو وقود عطفان باش يثبت راسو، عنده برمجه خاصه في اللاوعي واللي ممكن تبدلها ببرمجه التواضع، غير هو خص التدريب ومجاهده النفس كيف ما قلنا. قيمتك، منين كتستمد قيمتك؟ واش من الشكل ديالك، طونوبيلتك، النسب ديالك؟ شنو غيوقع الا تحيد لك هادشي؟ واش ما غتبقاش عندك قيمه؟ الا وقع لك هادشي عرف بانك كتاخد القيمه من شي حاجه اللي فيك. زيد على هذا ان كاع هاد الامور خارجيه، والخطر الكبير انك تجعل قيمتك معتمده على الناس. هكا يكون الشعور ديالك متذبذب، كيطلع ملي كيشكروك الناس وكينزل ملي كيغيب هادشي. ديما خلي قيمتك بين يديك، الواحد القهار هو الوحيد اللي تقدر تستمد قيمتك منه. شنو الدافع الحقيقي ديالك؟ اي سلوك كيديرو الانسان كيكون مبني على وحده من هاد الدوافع. اولا حاجه الشهوه للمتعه واللذه والراحه، ثانيا حاجه عطفان باش يحسن الصوره ديالك قدام الناس، ثالثا حاجه عقلان باش يدير داكشي اللي صحيح ومعقول. من اليوم بدا تلاحظ وتحلل وفكر في الخطوات الاولى ديال الاصلاح. حاول تفهم راسك، سولها شنو كيحركها، ما كيسمع الجواب غير اللي كيسول. تنظيم الوقت، باش تنظم وقتك خصك تستعين بواحد المربع اللي كيقسم الاعمال ديالك لاربعه ديال الانواع بناء على جوج ديال الحوايج: اهميه العمل ومدى استعجاليه. الخانه الاولى مهم ومستعجل، الخانه الثانيه مهم وغير مستعجل، الخانه الثالثه غير مهم مستعجل، الخانه الرابعه غير مهم وغير مستعجل. كل ما كيدوز الانسان وقته في الخانه ديال المهم غير المستعجل غيتجنب اصلا الوصول للاعمال المهمه والمستعجله. هادشي ما كيعنيش انه ما غتكونش طوارئ، ولكن غتكون نادره الحدوث. تحمل المسؤوليه، كل انسان مسؤول على الحال ديالو اليوم واللي وصل ليه بسبب قرارات خداها في الماضي. وكاين واحد المعادله مهمه في الحياه اللي خاص كلشي يكون على علم بها. الا وقع شي حدث وزدنا عليه رده الفعل ديالنا، هادشي غيعطينا واحد النتيجه معينه بناء على رده الفعل. واش الهدف ديالك مكتوب؟ خص دائما تكون عندك اهداف مكتوبه. الا كنتي معكاز وما عندكش الهمه للقيام بشي حاجه، عرف بانه مازال ما عندكش اهداف كافيه اللي تخليك تنوض وتخدم على راسك. الحياه بلا هدف كتكون طريق للتلف. كتب ايضا رسالتك في الحياه ومن بعد الرؤيه، وما تنساش تحدد القيم ديالك. المال، الحريه بخلاصه هي تكون عندك اصول بحال العقارات، الاسهم او الاستثمارات، وهاد الاصول كتعطيك واحد الدخل سنوي بلا ما تحتاج تخدم. وهاد الدخل السنوي خاصو يكون اعلى من المصاريف ديالك السنويه. وباش توصل للحريه الماليه لابد ما تستثمر من 10% حتى ل 20% من الدخل ديالك في اصول اللي غادا تجينيري لك ارباح، وعاود تستثمرها في اصول اخرى. بقى دير في هاد العمليه حتى توصل للحريه الماليه. ولا بغيتي تكون عندك نظره شامله رجع لكتاب سيكولوجيه المال اللي شرحناه في الفيديوهات السابقه. الاخلاق، شنو المصدر ديالها؟ الاخلاق عندها مصادر كثيره: الفطر ديالنا، الامر الالهي، المصلحه الذاتيه والمجتمعيه. الاسلام كايد هاد 4 ديال النظريات. حقيقه ما كاين حتى تعارض بينها. مثلا الصدق امر اللي بغاه الله يكون في الارض، خلق الانسان بالفطره اللي كتجذبو ليه، وصدر ايضا التشريعات اللي كتلزم المسلم بانه يكون دائما صادق، وخلق قوانين كونيه بحيث يكون الصدق منجاة خير للفرد والمجتمع. وهادشي كيبين بان الله ما كيخلقش شي حاجه غير هكاك. القلق هو الم نفسي من شي حاجه في المستقبل، والمكان ديالو اللاوعي هو وسيله من وسائل البقاء اللي رزقنا بها الله. هو ايضا سلاح ذو حدين على حسب كيفاش كنخدموا به. الانسان العادي كيخلي القلق يسيطر عليه وكيبقى فيه الالم حتى يوقع الحدث، اما الحكيم فكيقضي على القلق بالاستعداد. وكاين واحد العلاقه عكسيه ما بين القلق والاستعداد، كل ما زاد الاستعداد قل القلق، والعكس صحيح. والقلق كيكون زايد على القياس، كيعني انك ما استعديتيش بما فيه الكفايه. ودير في بالك دائما ان القلق ما غاديش يمنع الالم ديال غدا، ولكن كيسرق منا متعه اليوم.
العلاقات، كاع العلاقات الانسانيه كتلخص فيها الدوائر. الاصدقاء والمفتاح النجاح ديالها، تفضل الصديق على راسك. الاسره والمفتاح ديالها تكون مسؤول. الاقرباء والمفتاح ديالها تحيي صله الرحم. المصالح والمفتاح ديالها العدل. المعارف والمفتاح ديالها الظرافه. المتعاملون والمفتاح ديالها الرفق. طريقك، قالوا ان باش توصل الله سبحانه وتعالى كاينين طرائق بعدد الخلائق. الفلسفه الهنديه كتعطينا 4 طرق: طريق العمل، طريق الفكر، طريق العواطف، وطريق العطاء. سبحان الله، كل واحد فينا عنده طبع خاص به، وعلى حسب هذا الطبع تيكون الطريق اللي مناسب ليه. داكشي علاش خاص تعرف الطبع ديالك، فكل ميسر لما خلق له. فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يعرف بالقرآن وحفظه، ولكن عرف بالجهاد في سبيل الله. السعادة عند الفلاسفة. فلاسفة الإغراق كيقولوا بأن أي حاجة في هاد الدنيا كتكون سعادتها الحقيقية فأنها دير داكشي اللي ما يقدر حتى شي مخلوق غيرها يديرو. ومن بعد فكروا وقالوا شنو هي سعادة الإنسان، وشنو هي الوظيفة اللي ما يمكن حتى شي مخلوق يديرها من غير الإنسان. بطبيعة الحال اللي يمكن يميزنا على باقي المخلوقات هو التفكير وحرية الاختيار بين الخير والشر. إذا سعادة الإنسان كتكون في العقل، وماشي في الأكل والشرب واللبس والسيارات إلى آخره. كتكون في حسن استخدام العقل في تعاملنا مع الدنيا باش نوصل الله سبحانه وتعالى، وهذه هي خلاصة العبادة، وهي اللي كتمثل السعادة البشرية. أحمد الشقيري قدم لنا في هذا الجزء كاع داكشي اللي تعلمو باش نقدروا نفهموا نفوسنا ونقدروا نتغلبوا عليها، باش نكونوا حنا اللي كنتحكموا في حياتنا ونديوها لبر الأمان، ونعيشوا في سعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. كيف ما كنقولوا ديما، المعرفة ديال هاد الدروس ما كيعنيش أننا قطعنا الواد ونشفوا رجلينا. المعرفة بوحدها ما كافياش، بس هاد المعرفة تولي اعتقادات راسخة، وتولي هي اللي كترسم لنا الطريق في تعاملنا مع نفوسنا، لأن الأمر ماشي بهاد البساطة وكيتطلب تدريب ومجاهدة. كنتمنى صادقا نكون قدرت نفيدك يا أخي، ولو بجزء من الأفكار اللي جات في هاد الكتاب، وتخليك تحسن علاقتك بنفسك. مازال كيتسنانا أفكار ممتعة في هاد الكتاب، شي علاش ما تنساش تشارك في القناة، فعل الجرس، وإلا عجبك المحتوى دعمنا بالإعجاب، لأن هادشي لن يضرك يا صديقي الغالي في شيء، وفي المقابل غيشجعني على بذل المزيد من الجهد. والأهم من ذلك ما تنساش تبارطاجي مع الأصدقاء والأحباب باش حتى هما يستافدوا. حتى لهنايا تكون سالات لادوز ديال اليوم. شكرا على الإصغاء والتركيز ديالك، وقتك الثمين.